السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا. النهاردة معانا جولة حلوة قوي. هناخد بقى الشارع 26 يوليو من اوله خالص، من اول كده زكي السماك لحد ما نوصل لشارع الجلاء. تمام كده. هناخد الاستندات. اول حاجة شفناها الشنط وكانت ب100 جنيه. الجولة دي تصوير يوم الجمعة. الشنط دي يا بنات يوم الجمعة بس بتبقى ب100 جنيه. بتبقى الاستند اللي قدام مطعم زكي السماك كله سعر موحد 100 جنيه. تمام كده. لكن باقي ايام الاسبوع الله اعلم، عشان الراجل صاحب الاستند بتاع الشنط دي جديده بالتيكت يا بنات ومستورده كلها. تمام. شفتوا الجواكت ب150 جنيه. الراجل بقى اللي هو بتاع الشنط ده قال ان الشنط ديت بتبقى العروض دي اللي هو عرض ال100 جنيه بيبقى يوم الجمعة بس. تمام. انا رحت قبل كده سوق الحد ولقيتهم حاطينها كده بس من غير الستاند. كان سعرها كام؟ كان 75 جنيه. بس كانت فيها حاجات كده مش لقطة، يعني اللي هو فيها ديفوهات بسيطة. حاجات ناقصها دراع، ناقصها سلسلة كده يعني يا بنات. تمام. زي ما انتوا شايفين كده اسعار الجواكت واحنا ماشيين كده. دي على فكرة ستاند رجالي. اسعار الجواكت اللي شفناها في الاول خالص كان 150 جنيه، زي سوق الحد بالظبط. يعني سوق الحد هتلاقوا فيه الاسعار دي اللي احنا بنشوفها في شارع 26 يوليو. على فكرة الشارع ده طول ما انتوا ماشيين كده يا بنات الاسعار كل ما تمشوا فيه اكتر تلاقوا الاسعار حلوة جدا، مرورا بقى بشركة الكهرباء والحاجات دي كلها. تعالوا بقى نشوف مع بعض كده، ناخد يعني بعض كده جولة جميلة. بصوا 125 جنيه. احنا طبعا لسه عارفين ان في ستاندات لقطة موجودة عند مستشفى الجلاء، وصورت لكم الستاند وشفتوا الجولة. تمام كده. بصوا بقى السلوبيت ده خروج، سلوبيت خروج يا بنات اطفالي حلو قوي. كل الجواكت اللي انتوا شايفينها دي كانت سعرها 125، كلها ماركات، كلها جميلة جدا زي ما انتوا شايفين كده. يطلع من على الستاند كده يا بنات قطع لقط كده، جواكت لقطة بصراحة. بصوا هنا ده بناتي، ده يلبس بناتي. الناس اللي بتسألني عن اللبس البناتي اللي هو يعني سن محير والحاجات دي هتلاقوها على الاستندات في الشارع ده وانتوا ماشيين في اي شارع في الوكالة، بالذات شارع 26 يوليو. يمكن علشان الشارع ده كبير ومليان بالاستندات هتلاقوا. واللي بيعجبني فيه اكتر اسعاره بتكون احلى كتير من الشارع اللي على نصيته زكي السماك. انا الحقيقة بحب الشارع ده اكتر. هنا برضو 65 جنيه. بصوا اللبس اهو. تمام. شايفين حتة حلوة قوي اهي ب65. تعالوا نكمل جولتنا اهو، بنتمشى مع بعض ونتسوق كده كأننا يعني بنتسوق. هنا 75 جنيه. ده اللبس الرجالي في الوكالة اللي حابب يشوف، يعني بتبقى سويت شيرتات بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. مش كل اللبس كده، يعني في حاجات تانية واحنا صورنا رجالي كتير. بصوا القطعة دي برضو قابلتني ب100 جنيه. بصوا القطعة دي قمر قمر قمر. انتوا عارفين انا بحب يعني اتفرج انا على الحاجات الغريبة دي، بحبها قوي. كانت عجباني جدا ان هي مش قطعة سادة كده، لا فيها كده شغل وجميلة جدا. بصوا هنا كمان حلوة، يعني مش وحشة، حلوة برضو. تمام. كل الشغل ده يا بنات شغل ماركات، وعلى فكرة ماركات عالية جدا. تمام كده. تعالوا بينا نشوف هنا بقى الشيلان والكوفيات اهي يا بنات. هنا الستاند ده كان 85، وبرضو استند الكوفيات او الشيلان ده كان ب85. احنا طبعا قابلنا قبل كده الشغل ده في سوق الحد كان اقل من كده بكتير. وفي على فكرة ستندات بتبقى برضو سعرها 50 جنيه. بصوا بقى الجواكت القمر دي ب130 جنيه. شايفين الستاند ده عند مسجد كده، بس انا يعني مش متذكرة اسم المسجد قوي، بس هو قريب قوي عارفين اللي هو مثلث مسبيرو كده يا بنات، عند مثلث مسبيرو شوية. تمام. بصوا الجواكت اهي الحريمي حلوة. واوريكم قطع بسيطة كده واحنا بنتمشى مع بعض، نشوف من كل فيلم اغنية كده زي ما بنقول. تمام. تعالوا نشوفوا البلوفر ده حلو. بصوا تحفة 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 ما شاء الله، جميل جدا اهو. شايفين ينفع البنات الجامعة، حلو قوي. واخدين بالكم من الاسعار كده مع بعض كده واحنا ماشيين. ده 75 اهو ستاند. انا بنسى اقول لكم السعر بس فاكرة يعني ان انتوا شايفينه. الستاند ده سعره كان 75. بصوا القطعة دي
ده تقريبا سعره 100 جنيه. هتأكد لكم دلوقتي لما نشوف الستاند عليه حاجات حلوة. تمام. هنا برضو سعر 150 هنلاقي جواكت بالشكل اللي احنا شايفينه ده، دي جواكت اطفال. هنا ستاند قابلني 60 جنيه. بصوا يطلع من عليه جاكيت قمر زي ده ما شاء الله. شايفين يا بنات؟ تحفة جدا. تمام. بصوا الجاكيت ده برضو ده بناتي اهو، يلبس كده مقاس محير. هنا ال100 جنيه بقى عليها في ستاند عليه شوية قطع رهيبة، يعني سيبكم القطعة دي خالص كأنها ما طلعتش. بصوا القطعة دي حلوة، بس سعره تحسوا سعره غالي شوية، حسيته غالي كده عن باقي الوكالة. يعني اسعار الوكالة في اللبس يعني او لبس الوكالة بيبقى لما بنروح اماكن صح بقى يا بنات في الوكالة بنلاقي الاسعار المناسبة لللبس، يعني السعر بيكون مناسب كده للقطع والماركات وحالة القطعة اللي قدامنا. تمام. بصوا شكل اللبس في الوكالة ده يوم الجمعة يا بنات، بس انا حسيتهم يعني ايه، آه مش عارفة، حاسة كده ان هما مش مهتمين قوي. بصوا بقى الجواكت دي لقطة. عارفين ده الشارع اللي هو على اوله محل اللي هو قصدي كشك مناع، عارفين كشك مناع؟ هتلاقوا الكشك كده، هتدخلوا في الشارع بقى اللي هو على اوله كشك مناع ده يا بنات، هتلاقوا ستاند كده عليه جواكت 150. وده اللي احنا كنا مصورين في الجلاليب اللي هي البيتي، كانت جميلة جدا جدا، كلها خليجي يعني بالة خليجي او عبايات خليجي. موجودة. كان سعرها في الأول 100 جنيه، لكن لما رحنا مرة تانية كان عليها تصفيات كانت ب75، وطبعا بقى يا بنات 85 تقريبا. كان متشال من عليها القطع بقى الحلوة، يعني حلوة احنا شفناها مع بعض ب100. بصراحة حد كده زي ما يكون حد دخل على الاستندات دي خد الحلو كله. يعني اكيد حد مثلا خد، او الناس ان هم في اليوم ده بيبقى زحمة الجمعة، فالجمعة اللي بعدها طبعا الراجل حتى عامل اللي عليه بصراحة وحاطط تصفيات. تمام. دي لبس اطفالي برضو بيقابلنا البناتي، يعني في وسط الاطفالي ممكن تلاقي قطع مقاس محير، وفي وسط برضو اللبس الحريمي ممكن تلاقي كتير جدا جدا بلاقي. بصوا الجواكت هنا ب50 قمر يا بنات والله. هفرجكم على كام قطعة كده. القطعة اللي دايما نلاقيها ب35 وب50 اهي، محدش يجيبها بسعر اكتر من كده بقى، عشان نبقى ناصحين شوية كده اما نروح الوكالة مش يضحك علينا. تمام. محدش يقدر يضحك علينا. فالشارع ده بص اهي العبايات اهي او الجلاليب انا حطيتها لكم تاني بس علشان تشوفوها اللي ما شافش ان هم نزلوا السعر بالشكل ده. يمكن الجمعة الجاية الله اعلم يكونوا مثلا زودوا الستاند بعبايات جديدة، يعني بكوليكشن جديد، فيبدأوا ان هم يعلوا السعر تاني. لكن هو زي ما انتم شايفين النهاردة كده كان سعره 85 جنيه. والشغل برضو حسيته حلو وكل حاجة، بس الحلو قوي اتاخد من عليه. هنا بقى احنا وصلنا كده ناحية شركة الكهرباء خلاص اهو، خرجنا من عند الشارع اللي على نصيته كشك مناع، وجينا هنا. بصوا بقى القطع عاملة ازاي، ب45 جنيه. هتلاقوا استندات كتير قوي سعرها 45. وده امتى؟ ده يوم الجمعة، يعني مش محتاجين تروحوا سوق الحد ولا حاجة. والستاند هتلاقوا عليه حاجات برضو تنفع وتناسب للسن المحير، وتناسب برضو لبس حريمي ولبس اطفالي، كل حاجة بتبقى موجودة يا بنات. دوروا في الاستندات كويس. تمام كده. تعالوا هنا بصوا الجواكت اهي او البلاطي ب150 جنيه، سعرها ولا سعر سوق الحد. وهنا 60 جنيه. بصوا البلوزات القمر دي والبلوفرات وكده، هنا 60 جنيه. لقيت عليه جاكيت قمر مفهوش غلطة، مفهوش اي ديفو تماما، حلو قوي. بصوا سويت شيرت كده حلو، او جاكيت برضو، لا هو جاكيت وعلى فكرة دبل فيس، قمر 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 ما شاء الله. ده بكام؟ ب60 جنيه، يعني جاكيت دبل فيس ب60. انتوا كل ما تبقوا ماشيين للشارع ده لاخره كل ما السعر معاكوا هيبقى احسن. تمام كده. بصوا القطعة الحلوة دي. احنا بقى جينا هنا هوريكم لقطة كده عشان تعرفوا انا فين بالظبط، عند شركة الكهرباء. لما اقول لكم عند شركة الكهرباء بيبقى منين لحد، بصوا لحد شارع الجلاء، يعني من اول شركة الكهرباء هنا. هوريكم لقطة كده تعرفوا منها انا ببقى بصور لكم فين. وعاوزه اوريكم حد بقى كويس قوي معايا
قطع شوز يعني، كوتشيات وهاف بوت حلوة قوي، لقطة سعرها لقطة، احلى من الربيع بكتير. كفايه ان انت هتبقي في الوكاله بتجيبي لبس وتلاقي كمان الشوزات المناسبه، وسعرها حلو على فكره قوي يا بنات. بصوا 35 جنيه. هنا بقى بصوا كده، المكان ده يا بنات عند شركه الكهرباء، نفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده. انا ببقى هناك، الحاجات بتبقى حلوه قوي واسعارها مناسبه. يعني شوفوا يطلع من على الستاند ايه، شايفين قطعه تقيله شتوي اهو، اللبس بقى الشتوي اللي بجد. تعالوا نشوف في ايه تاني. بصوا جنب الاستندات دي على طول هتلاقوا حد كده بيبقى قاعد يوم الجمعة. الجمعة عرفوا المواعيد يا بنات وركزوا فيها كويس. يوم الجمعة بيكون موجود بدري قوي، من الساعة مثلا 8، 7-8 بالكتير هتلاقوه موجود، وبيفضل قاعد في اليوم ده لحد اخر اليوم، يعني لحد اخر النهار كده. لكن باقي الايام بيفتح او بيقعد بالحاجات دي من الساعة 3. طبعا كل الشوزات اللي انتوا شايفينها دي انا هوريكم قطع جميلة جدا، اي قطعة فيهم بسعر موحد، سواء كوتشي سواء هاف بوت، كان سعرها 125 جنيه. تمام. وعلى فكرة خامتهم حلوة، خامتهم جميلة يا بنات. انا عن نفسي ممكن اخد منهم على اساس ان هم خامتهم جميلة مش وحشة خالص. بصوا الحاجات بقى اللي هي الشموا او جلد مقلوب، والكوتشيات اشكال والوان يا بنات، حاجات كتير او ستايلات كتير. وعلى فكرة بقى الحلو كمان انه عنده مقاسات، اطلبي المقاس بتاعك ان شاء الله هتلاقيه. وكل ده طبعا جديد، كل الحاجات دي جديدة بالتيكت بتاعها. طالما في مقاسات تعرفي وتطمني على طول، سواء اللبس سواء الشوزات، بتعرفي ان الحاجة جديدة مش بايلة او كده، لو انتي حابة تشتري حاجة جديدة يعني. تمام كده. يبقى يوم الجمعة بس اللي هتلاقيه هناك بدري، لكن باقي ايام الاسبوع الساعة 3 بيبقى موجود، الساعة 3. لما تروحوا يا بنات قولوا له ان انتوا جايين من عند منوعات جديدة. تمام. لازم تقولوا له اسم القناة عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونعرف نجيب خصم حلو للقناة زي ما احنا متفقين. انتوا عارفين ان احنا جبنا الحمد لله خصومات من عند ناس كتير، يعني كذا حد، وربنا يكرم ان شاء الله ونعرف نجيب خصومات من عند ناس تانية كمان. بس انتوا يعني العامل كبير عليكم ان انتوا لما بتروحوا عند البياع بتقولوا له ان انتوا جايين من عند القناة الفلانية. تمام كده. هنا برضو استكمال كده عند ايه بقى، قربنا خلاص كده على شارع الجلاء. تمام كده. احنا لسه عند شركة الكهرباء يعتبر. هنا الاستند ده كان جميل قوي. بصوا القطع اللي عليه حلوة، فيها لبس شبابي برضو. بصوا عنده هنا بناطيل ب45 جنيه، تخيلوا. بناطيل اهي، احنا كنا مصورين في جراج الوكالة، وكنا بقى ايه لاقيين البناطيل هناك كان تقريبا سعرها 50، كانت حلوة قوي يعني بصراحة. البناطيل اللي في جراج الوكالة عجبتني جدا. جراج الوكالة اللي فين؟ اللي عند حارة السقاية، اللي فين جنب محل فوقش، هناك عند الكورنيش يا بنات. يعني انزلوا عند سلم الوكالة الاولاني اللي هو عند محل فوقش كده يا بنات. تمام كده. بصوا هنا اهو، اللبس ده ان شاء الله نشوفه بالتفصيل المرة الجاية في الجولة الجاية بإذن الله، عشان الجولة الجاية فيها مفاجأة كده للجواكت الأطفال هتعجبكم جدا. واللبس برضو الحريمي تحفة تحفة في المكان ده. بس انا حبيت ان انا اديكم فكرة عشان لو حد حابب يروح قريب يبقى عارف المكان ويروح عليه على طول، لان بصراحة اللبس هناك جميل جدا. سعره حلو قوي، اللي عاوز سعر حلو يروح المكان ده. تمام كده. احنا عند شركة الكهرباء ناحية شارع الجلاء كده شوية يا بنات. حلو الكلام ده. يا رب جولة النهاردة تكون عجبتكم وفادتكم. ما تنسوش اللايك، والجديات يحطوا لي الاشتراك او السبسكرايب عشان يبقوا معانا ويشوفوا باقي الجولات وباقي الفيديوهات. اتمنى ليكم مشاهدة طيبة وبشكركم جدا. استنوا بقى الجولة الجاية والجولات الجاية كلها بإذن الله تكون مفاجآت. شكرا ليكم والسلام عليكم.